صغيرتين جدا. أرسلت أمي أيمي إلى العاصمة عند العمة أماليا، وأنا تعلمت عند الراهبات. ولماذا تخلت والدتك عن أختك؟ هي لم تتخلى عنها، إنما هي لم تكن في وضع مالي مريح وعليها أن تنفق على تعليمنا، فقبلت عرض عمتي التي وعدت بأن تتولى تربيتها. عند عودتها إلى سان بيدرو هل كانت مرتبطة بأندريس؟ لا أعلم. لا تعلمين؟ الواقع قالت إنهما التقيا في مكسيكو، لكن أكنت خطيبته يومها؟ نعم. هل هو فسخ الخطوبة؟ نعم. لأجل هيمة؟ نعم. أيؤلمك هذا؟ لا. لا تكذبي علي. من يتحلى بشيء من الكبرياء يؤلمه الصد، لذا قررت دخول الدير. بداع اليأس. من فضلك لا أريد إثارة الموضوع. لم لا؟ قلت لي من الأفضل لنا أن ننسى الماضي. نعم أعرف أنني قلت، لكن يبدو أنه مستحيل. ربما لو أخبرتني وصارحتني وأفصحت عن الكثير. أريد أن أفعل ولا أستطيع الآن. لا أثق بك كما يجب. أخشى وأخجل من ألا تفهمني فتغضب. أرجو ألا تخافي مني. ولكنني أخاف. إذن أنتظر. لكن هذه المصارحة مونيكا هي ضرورية لمصلحتنا معا. نعم أعرف. مرحبا أمي. لما أنت هنا؟ جئت لأبقى. كيف لم تبلغيني؟ أنت وأندريس ستقيمان في سان بيدرو؟ أجل، أليس الخبر مدهشا؟ أتيت وحدك؟ كلا، بل معه ومع حماتي لأنها أصرت، لكن سيعودان بعد أيام إلى المزرعة. أندريس يسمح بأن تقيمي بعيدة منه؟ نعم، إلى أن ينتهي الحصاد، ومن ثم يوافيني إلى هنا. صفية وافقت؟ إنه الخيار الوحيد. أثرت فضيحة تفوق التصور، لكنها لم تنل مبتغاها. تبدين غير مسرورة. لست مسرورة أيمي. لماذا؟ لأن مبتغاك أنت ملاحقة إخوان. عدنا إلى نفس الموضوع، ولكن أمي مونيكا أخبرتني وهذا يفوق التصور. ما يفوق التصور هو أنك ما زلت تصدقين تلك المجنونة التي لا تكف عن الكذب. عندما ظننا أنك حامل، أما قلت لها إن الطفل من إخوان؟ هي التي ألمحت إلى الموضوع.